السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نسمي الله ونبتدي روتين جديد النهارده مع بعض. شاركني معاكم النهارده اليوم وانا بعمل الغدا. النهارده عملت ايه؟ الاكلة اللي انا بحبها قوي، الحوش الاسكندراني بس باللحمة. جبت كيلو دقيق ونخلته كويس. حطيت عليه يعني معلقة اللي هو كيك شيف ده، معلقة واحدة صغيرة على الكيلو. بعد كده هاحط عليه بتاع ده، كيس خميرة. وحطيت كانش عندي لبن رايب، رُحت جايبة شوية لبن، رُحت حاطة عليهم إيه، معلقتين خل كبار، عملوهم زي أكنهم زبادي كده، زي اللبن اللي هو المقطّع. أنا بصراحة باحب لمّا أعمل عجينة أعملها باللبن الرايب، ما عنديش باعمل الطريقة دي، باجيب شوية لبن وأحط عليهم إيه، شوية خل، عليهم معلقتين سكر عشان الخميرة، حطيت برضه ملح وحطيت زيت. بس ما استخدمتش مَيّة ياما أوي في العجينة، يعني ما احتاجتش مَيّة لإن شوية صغيّرين خالص، وحطيت شوية زيت وإيه، وهابتدي أعجنها كويس، بس أقلّبها بس كده إيه، بس وزي ما قُلت لكم إن أنا ما احتاجتش مَيّة كنت مدفية مَيّة شوية، اللي أنا بس إيه، أحتاج شوية صغيّرين منها، لإن أنا كنت مكتّرة اللبن. ممكن ما كنتش أخدت كمان نُص كوباية، يعني أنا كنت مدفية المَيّة دي بس كده عشان إيه، الخميرة. وفي الوقت ده أنا شغّلت البوتاجاز شوية عشان إيه، لمّا أعجنها أدخّلها في مكان دافي. أنتم عارفين العجين والشتا وكده الجو ساقع غير الأول، بس أنا كده ما باقعّدهاش ياما، لإن باسيبها تبقى تكمّل التخمير بتاعها وأنا مشكّلاها. العجينة أهي جميلة وطرية ومخلية العيش طري وطعمه حلو أوي. هاغطّيها بقى كده بفوطة، الفوطة دي أنا عاملاها لمّا أعجن يعني أغطّيها بيها. دي حتى باغسلها واحطها إيه، في مكان نضيف كده عشان أغطّي بيها أي عجين باعمله. هنا كان عندي نُص كيلو لحمة وعليها حتة دهنة، وجبت بصلتين كبار، بس بصلتين كبار يعني، وعملتهم كويس في الكبة، خلطتهم في الكبة وأخدت منهم المَيّة بتاعتهم، شِلتها في كيس حطيتها في الفريزر. وجبت طماطمتين وقرن فلفل حامي، وجبت بقدونس، وكان عندي حتة كزبرة، حتة لأ شبت، حتة شبت معاهم، رُحت حاطاها معاهم. حطيت عليه عشان ما عنديش بهارات اللي هي بتاعة الحواوشي، رُحت حاطة على شوية ملح واحط عليها إيه، شوية فلفل أسمر، ما حطيتش عليها أي بهارات تانية. بس دعكتهم جامد في بعض وعملتهم كِوَر على قد إيه، أنا عملت 10 ترغيفة، وسِبت حتة لحمة مفرومة عشان مازن عايز في العيش اللي هو البلدي، اللي هو الحواوشي اللي هو بالعيش البلدي. عملت لينا إحنا كده وعملت له إيه، هو رغيف ياكله يعني على نِفسه يعني. بس سِبت بقى كده، كنت باسيب طبعًا العجينة باسيبها لمّا أشكِّلها شوية، وبرضه لمّا أحُط فيها اللحمة باسيبها إيه، برضه شوية تكمّل التخمير بتاعها. أنا أول ما ابتدي كده إن أنا أقطّع العجين، أنا بابقى مشغّلة الفرن عشان العيش بيبقى عايز يخُش على نار عالية، وبعدين هُم عاوزينه مدوّر، أنا كنت متعوّدة بصراحة إن أنا أعمل العيش انصاص كده، لأ، لكن هُم عاوزينه شكله كده مدوّر. بس رُحت بقى فاردة الرغيف كده وحاطة فيه اللحمة، واحاول إن أنا أقفّل عليه من تحت عشان إيه، ما يفُكش. واسيبه في الوقت ده برضه أنا شغلت الفرن عشان أول ما اخلص يبقى ايه، الفرن سخن. العجينة اهي مظبوطة وجميلة وطرية وطالعة والله العظيم طعمها تحفة. كنتش بحب الحواوشي لما يتحط فيه خضرة، لكن لما دقته والله العظيم طعمه حلو قوي. هو الحواوشي بصراحة عاوز اللي هو فيه بصل ياما، وحطيت له برضه واللي بيخليه حلو قوي برضه الخضرة. هنا فردتهم كده وايه، اول صينية هتدخل الفرن، بس بعد ما يكون ايه، الفرن بقى حامي يعني. بس هنا خلصت كده في صينية دخلت الفرن وفاضل دول، هغطيهم واسيبهم. عندي بقى انشر، كنت رايحة انشر في حاجات ياما عملتها، سبتهم يعملوا براحتهم. اهو اول صينية طلعت، العيش طري وجميل وطعمه حلو جدا جدا. انا عن نفسي بموت في الحواوشي الاسكندراني، كان لحمة او صدق.
اهو بصوا لسه عامل ايه من جوه كده، شكله عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف ايه الزيتون. اول مرة كنت اعمل زيتون، شوف التجربة هتنجح ولا لا. فتحت عليه، كنت كل كام يوم يومين تلاتة كده اروح ماسكه البرطمان قلباه شوية شوية، عشان ايه كانت ماما بتقولي كده اللي فيه يمين وشمال من فوق لتحت. دقته. بصراحة شكل التجربة هتنجح ان شاء الله. والله بص، هو فاضل فيه مرارة بسيطة. هي ماما قالت لي هياخد وقت شوية، انا بحسبه هياخد شهر اتنين. يعني هو ممكن 10 ايام بكتير وناكله منه ان شاء الله. ان شاء الله التجربة هتنجح بإذن الله، اول مرة اعمل الزيتون. بس وده كان غدانا النهارده. حطيت انا بس، انا هاكل انا ومروان وادم، ومازن كان في الدرس، ما رضيتش ان انا احط ايه اللحمه في الساندوتش عشان ما يبوش يعني عقبال ما هو يجي. بس طلعت دول، وكان لسه في الفرن تاني يعني. بس قلت خلصت كده خلصنا الغدا وشربت الشاي وفضيت المواعين كلها. قلت بقى اغسل المواعين كلها ايه مره واحده كده. كنت بوشت شويه الصواني مطرح اللي انا خبزته فيها يعني العيش. كانت عايزه تتبوش شويه، سبتها تبوش شويه. وايه قلت اغسلها ايه كده بسرعه. وده كان يومي حبايبي، حبيت اشارك يومي معاكم. مش افكركم باللايك والاشتراك في القناه. كومنت حلو منكم كده يفرحني ويشجعني. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتحبوا تتفرجوا عليه باذن الله. واقول لكم مع حبايبي مع السلامه، تصبحوا على خير.